مفيش علاقة بتستمر حسب مدتها الزمنية مهما كانت طويلة. أي علاقة، زواج، صداقة، قرابة، أخوة، اللي بيقدر استمرارها هو رصيدك. رصيدهم من المودة والرحمة والحب والاحترام والخوف عليك ومراعاة مشاعرك وحرصهم انهم يحافظوا على رصيدهم عندك. علشان كده الناس بتبعد عن بعض بعد عشرة عمر طويلة وبيقولوا ازاي احنا ما كملناش مع بعض، ازاي بعد العمر ده كله بنمشي ونسيب بعض. حقيقة انك كل ما بتزعل اللي قدامك بتاخد من رصيدك عنده، تزعله تاني تاخد من رصيدك اللي عنده، تزعله تاني لغاية ما رصيدك يبقى صفر. علشان كده اللي قدامك يقرر انه يمشي رغم ان في عشرة وذكريات ورغم ان في زمن مر على العلاقة دي. المشكلة ان انت بتتمادى علشان عارف ان هم بيحبوك فبتيجي عليهم وانت متعشم قوي، رغم انك لما بتيجي على حد تاني بره وبتزعله بتقول له انا اسف، ولكن يا صديقي عفوا لقد نفد رصيدكم. علشان كده مع الوقت دايرة العلاقات بتقل شوية شوية، ومش هيفضل معاك غير الناس اللي حافظت على رصيدهم عندك. من الآخر دي نفس بشرية، النفس لا تألف إلا من يرحمها ويهتم بيها ويتلطف بيها ويخاف عليها. المشكلة الناس ما بقاش عندها ثقافة الاعتذار إطلاقا. يعمل الغلط من هنا ويقول له ما انت كمان غلطان، ولو ما عملناش حاجات تزود الرصيد احنا فاكرين اللي قدامنا ده عمره ما هيتغير، مع ان الرصيد دون هو اللي بيخلينا نستحمل بعض وعيوب بعض ومشاكل بعض وساعات قرف بعض. زوج وزوجه بيتخانقوا مع بعض، الراجل جاله سكته قلبيه وهو قاعد على الكرسي وهي عماله تزعق وتكمل في الزعيق، لما راحت له لقيته مات، فقعدت تعيط وتقول له انا اسفه، انا مش هعمل كده تاني، ولكن عفوا لقد نفد رصيدكم. على فكرة عمر ما هتحس بقيمة اللي معاك غير لما يمشي منك. والحياة بلغة البنوك سحب وإيداع. سحب علشان احنا بشر وبنغلط ولازم نعمل إيداع كتير علشان العلاقة اللي ما بيننا نكملها سوا. حافظوا على رصيدكم عند الناس اللي انتوا بتحبوهم علشان ما يجيش يوم وبإيديكم انتوا تخلوهم يقولوا لكم عفوا لقد نفد رصيدكم.